ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة فكرة الفيديو مختلفة شوية، لان احنا هنجمع ما بين الرسم والكرافتنج، واعتقد ان الناس اللي بتحب اعادة التدوير هتحب قوي الفيديو ده، خصوصا ان انا جمعت ما بين الفكرتين دول. فخلوني اوريكم الادوات اللي هنستخدمها. انا كان عندي قطعة الكرتون دي، وبصراحة كان شكلها مغري قوي وما كنتش عايزة ارميها، ففكرت لها في فكرة كده بحيث ان انا مش عايزة اعملها لوحة، ولكن كنت حابة ان انا استخدمها في الرسم. هي كانت من الكرتون المقوى، وكانت فعلا يعني خامتها حلوة جدا ان انا ارسم عليها وافرغها. وبعدين قررت ان انا هرسم عليها بالوان الجواش، بحيث ان البيجمنت بتاعها يكون تقيل على الوان الكرافت، ويكون افضل في الرسم النهائي او في النتيجة النهائية. وهستخدم كاتر للتفريغ القطط بعد ما اخلصها، والفرشة انت ممكن تحددوها على حسب حجم الرسمة اللي هترسموها. وهنا انا استخدمت اللون الابيض لان هو اللون المشترك ما بين الثلاث قطط دول. وخلوني اقول لكم برضو ان انتوا ممكن تستخدموا او ترسموا اي رسمة انتوا بتحبوها، سواء بقى اذا كان بط او ورد او شخصيات انمي انتوا بتحبوها، هو على حسب بس كل واحد بيحب ايه. انا هنا رسمت قطط لان انا فعلا يعني مهووسة بحب القطط. اهم حاجة ممكن تركزوا عليها ان انتوا بس تخلوا الالوان مبهجة او الرسومات بتاعتكم مبهجة. مش عارفة ليه الفترة دي فعلا انا مايلة للالوان الفاتحة والالوان اللي بتكون فيها حياة شوية، وبعيدة كل البعد عن اي الوان غامقة. وحاسة يعني والله اعلم ان ده ممكن يكون له علاقة بالحالة المزاجية، ولكن هوريكم في الاخر انا المكان اللي برسم فيه بحاول اخليه شكله مبهج نوعا ما وما يكونش فيه الوان غامقه كتير او رسومات غامقه كتير. هنا انا اخترت لكل قطه لون مختلف، بحيث ان يكون فيه تنوع او يكون فيه اختلاف ما بين الثلاث قطط، بحيث ان هي لو رسمه واحده او فيديو واحد ولكن الثلاثه مختلفين تماما عن بعض. الناس اللي بتحب التلوين هتتبسط قوي بالمرحله دي، مرحله التلوين واظهار الملامح للقطط او للرسمه عامه. خليني اقول لكم بقى، لو انتوا ما بتعرفوش ترسموا مثلا وحابين ان انتوا تعملوا شخصيات او ان انتوا تعملوا ريسايكلينج للحاجات اللي عندكم، بحيث ان ترسموا عليها وتفرغوها، تستخدموها ستيكرز او ماجنتيك او حاجات بسيطة كده ديكور في البيت. زمان او مش زمان قوي، يعني اللي هو من كام سنة كده او مش من كام سنة حتى، لو من سنتين 3، كنا الناس اللي مش بتعرف ترسم كانت بتعتمد كليا على ورق الكلك. ورق الكلك ده احنا المفروض ان احنا بنرسم عليه زي بالظبط ما بنشف الرسمة، ان احنا بنحطه على الرسمة وبنرسم فوق الورق لان هو بيكون شفاف، وبعدين بننقله على الحاجة اللي احنا عايزين نرسمها. طيب دلوقتي طبعا ورق الكلك موجود اللي حابب يستخدمه، دلوقتي في برامج كتير، وفي برنامج ممكن هبقى احط لكم الصورة بتاعته او اسمه. البرنامج ده انتوا بتعملوا ايه؟ بتنزلوه على الموبايل بتاعكم، بتحطوا عليه يعني بتعملوا سيف للرسمة اللي انتوا عايزين ترسموها، وبتجيبوها من على البرنامج وبتبتدوا. هو عامة البرنامج هيكون شرح لكم ازاي تستخدموه، وليه شرح كتير على التيك توك، وانا هنزل لكم بس البرنامج وانتم ممكن تعملوا سيرش ازاي تستخدموه. في فيديوهات كتيرة عليه يعني، وفيديوهات بسيطة يعني. ده بجد كنز، البرنامج ده فعلا كنز لأي حد مش بيعرف يرسم، حابب ان هو بس يلون، فهو عنده مشكلة مع الاوتلاين، فهو البرنامج ده فعلا هيساعده جدا ان هو يطلع الاوتلاين زي الرسمة بالظبط. فممكن تحملوه للناس اللي مش بتعرف ترسم، او ان هي حابة يعني حابة ان هي تلون ومش حابة تركز في التفاصيل، او ان هي تتعب نفسها في ان هي ترسم رسمة كبيرة او كده، فممكن تعتمدوا على البرنامج ده. حاجة لطيفة قوي. القطة الأخيرة دي بصراحة أكتر قطة ما كنتش حباها، يعني حسيتها كده، يعني كنت حابة ان انا اطلعها بشكل مختلف وطلعت معايا بشكل تاني، مش عارفة بصراحة، بس يعني ما حبيتهاش، حبيت القطتين التانيين اكتر. ولكن انا تعبت فيها، واكيد مش هكنسلها. الاوتلاين لو انتوا مش حابين تستخدموا فرشة رفيعة او مثلا ممكن بتفلت منكم، فاقلام التحبير السوداء دي بتكون كويسة جدا، ومهما يعني فلتت منكم فمش هتبوظ الرسمة زي الفرشة. نيجي بقى لأكتر مرحلة أنا كنت مفكراها سهلة، وطلعت أكتر مرحلة صعبة في الحياة، ده بجد.
كنت متخيلة ان ورق الكرتون ده هيكون سهل شوية في التفريغ والكتر او كده، بس حسيت انه لا، كان صعب جدا. خلوا بالكم انا هنا مسرعة جدا كمان، قصة كتير من الفيديو، ولكن فعلا اخد مني وقت كتير جدا في التفريغ، وكل يعني قطة اخدت مني وقت، يعني وقت محترم، ما كانش وقت قصير، لان طبعا بنراعي كذا حاجة منهم ان احنا ما نبوظش الرسمة، وان الكتر ما يفلتش مننا فيقطع الرسمة. وفي نفس الوقت كنا عايزين ان احنا نعمل الحروف بالظبط، بحيث ان هو ما يبقاش في حاجات طالعه يبقى شكلها وحش. وهنا بعد ما خلصت اول قطه كنت بسأل نفسي هو انا ازاي هكمل القطتين التانيين، بجد ما كانش عندي اي طاقه ان انا افرغ القطتين التانيين بجد. وبالفعل انا فعلا رسمت ولونت في يوم وفرغت القطط في يوم تاني. فعلا كانوا محتاجين مجهود كبير، والمجهود الاكبر طبعا وقع على التركيز، يعني وان بس نطلع الديل كويس مفيش حاجه تتقطع. وفعلا القطه السوداء دي الكتر يعني قطع حته منها صغيره بسيطه، بس الحمد لله يعني ما باظتش قوي. بقيت شويه بالمقص شويه بالكتر، شويه بالمقص شويه بالكتر، والحمد لله النتيجه كانت كويسه جدا، ما كانتش وحشه خالص. والقطة الأخيرة دي كانت مش متعبة قوي، ولكن المكان بتاع الديل بتاعها لأنه فيه فراغات صغيرة كان أكتر مكان متعب. فلما تيجوا تختاروا ريفرنس ما تعملوش تفاصيل صغيرة علشان لما تيجوا تفرغوها يبقى سهل بالنسبة لكم والقطعة ما تبصش منكم. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما خلصت بعت الصور دي لاخواتي، وكل واحده شبطت في قطه، فعماله افكر اعملها لهم ماجناتيك للتلاجة ولا زي ميداليات صغيره كده، هما كرتون فمش هينفع ان هما يبقى استخدامهم مهلك، فقلت يكونوا ماجناتيك للتلاجة حلو قوي. هنا بقى انا هستخدمهم لحد لما اديها لهم طبعا. ده المكان اللي انا برسم فيه، فكنت حابة ان انا اعمله ديكور مختلف بالرسومات، طبعا حاجات مبهجة، حاجات مختلفة عن المرسم الاولاني. فقررت ان انا كده احط لهم دبل فيس من ورا، تمام، والزقهم فوق الرسومات بتاعتي بحيث ان هم يبقوا حاجات كده شبه ال 3D. انتوا كمان ممكن تجربوا وتبعتولي النتيجة على الانستجرام، هسيب اللينك تحت في الديسكريبشن، ويا ريت تكتبولي تحت في الكومنتات هو الفيديو فيه كام قطة. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، وبجد هكون مبسوطة قوي لو انتوا جربتوا وبعتولي النتائج على الانستجرام. واشوفكم في فيديو جديد، ولو حابين افكار تانية تكتبوها لي تحت في الديسكريبشن نعملها سوا في الفيديو الجاي. سلام.